أنا بحب أعمل السبانخ على طريقة أمي، عجينة بتشهي وحشوة ولا أروع. بالبداية عندي السبانخ غسلته كذا مرة، بعدين رشيت عليه كمية منيحة من الملح وعصرته. حضيف البصل فرمته وضفت له ملح وعصير ليمون وفركته بإيدي، بعدين ضفت له السبانخ والسماق وشوي من زيت الزيتون وعصير الليمون، فركتهم مع بعض. بتقدر توقفوا عند هاي المرحلة. حضيف الرمان والجوز وأقلبهم مع بعض. هيك خلطتنا صارت جاهزة، وبتركها من ساعة لساعتين حتى تتشرب التتبيلة. أما بالنسبة للعجينة شوفوا ما شاء الله قديش هشة. أول خطوة هي تنخيل الطحين. حضيف 5 أكواب طحين، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح. حضيف نص كوب لبن وربع كوب زيت زيتون وماء دافئ للعجن. بعجنها وبتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها. شوفوا ما شاء الله قديش عجينة هشة وناجحة. قسمتها لقطع وتركتها ترتاح. هلأ هون بصفي السبانخ حتى تنزل المية اللي فيه وما تفتح العجينة أثناء الخبز. هلأ حبلش أشكل بفطاير السبانخ. أخذت قطعة من العجين وفردتها، بعدين حطيت الحشوة وسكرتها بهالطريقة. كبسوها منيح حتى ما تفتح معكم، ودهنتها بزيت الزيتون. حصرا السبانخ لازم يندهن بزيت الزيتون. زينته بالسماق وتركتهم يرتاحوا شوي صغيرة، بعدين دخلتهم الفرن على حرارة 180 من تحت لأخذوا لون، بعدين حمرت وجههم. طريقة ناجحة جدا ولذيذة جدا ورح تستمتعوا فيها، وصحتين وألف عافية.